يا أهلاً بالجميع. اليوم رح نغوص في موضوع يهم الكثيرين منا، حمامات الزيت للشعر. يعني كلنا نعرف إنها من أكثر العادات التجميلية، صح؟ لكن تصدقوا إنها برضو من أكثر الأشياء اللي نطبقها بشكل خاطئ؟ في هذا الشرح الشامل رح نفكك هذه الطريقة الشهيرة خطوة بخطوة. رح نعتمد على توجيهات علمية وتجارب واقعية عشان نكتشف مع بعض الطريقة الصح لحمام الزيت وكيف نطلع بأفضل نتيجة بدون ما نقع في الأخطاء الشائعة اللي تخرب كل تعبنا. بس قبل ما نبدأ خلونا نفكر في التحدي الأكبر اللي يواجهنا كلنا. ما هو السر عشان نحصل على شعر متغذي صح بدون ما ينتهي بينا المطاف بالشعر ثقيل ومليان دهون؟ يعني ودنا بشعر صحي يلمع، لكن نتفاجأ إن الشعر طالع وكأنه ما انغسل من أسابيع. هذا الإحساس المزعج واللزج هو اللي يخلي البعض يبطل يسوي حمامات زيت بالمرة. لكن السر كله يكمن في الطريقة، وهذا بالضبط اللي رح نحله ونفهمه اليوم. خطة عملنا اليوم بسيطة وواضحة. رح نمر على أولاً فوائد حمام الزيت، ثانياً كيف نختار الزيت المناسب، ثالثاً خطوات التطبيق العملي، رابعاً مرحلة الغسل والشطف، وأخيراً الأخطاء اللي لازم نتجنبها. خلونا نبدأ بالقسم الأول، فوائد حمام الزيت. قوة الزيوت الحقيقية ما توقف عن مجرد إعطاء لمعان سريع للشعر، لا أبداً. حمام الزيت الصح يغذي الألياف الجافة من الأعماق ويقوي الشعر الضعيف اللي يتكسر بسرعة، والأهم من هذا كله إنه يبني زي الدرع الواقي ضد الاحتكاك والحرارة وينعم الأطراف المتقصفة. والشيء المثير للاهتمام هنا إنه الفوائد هذه ما تقتصر بس على أطراف الشعر، بل توصل لتنقية فروة الرأس نفسها لو اخترنا الزيت المناسب. يعني إحنا بنتكلم عن تحول صحي كامل من الجذور لغاية الأطراف. وهنا نوصل لنقطة حاسمة جداً، الرقم 30 دقيقة هي الحد الأدنى للوقت اللي يحتاجه الزيت عشان يتغلغل في الشعر قبل ما نغسله. طبعاً نقدر نخليه فترة أطول، يعني من 3 إلى 4 ساعات، أو حتى ننام فيه ونخليه طول الليل عشان ناخد أقصى فايدة وتغذية ممكنة. ننتقل للقسم الثاني، كيف نختار الزيت المناسب. الفكرة كلها يا جماعة هي إننا نطابق الزيت مع الهدف اللي نبغاه. يعني لو الشعر جاف وتالف، زيت الأفوكادو أو زيت جوز الهند هم الخيارين الأفضل بلا منازعة. طيب لو الشعر دهني، هنا يجي دور زيت الحبة السوداء أو حبة البركة، لأنه ينقي الفروة بدون ما يثقلها. أما لو كان تركيزنا على الجذور ونبغى نحفز النمو، فزيت الخردل أو الخروع رح يعطونا نتائج مذهلة. وبالنسبة للأطوال، زيت اللوز الحلو يبقى خيار ممتاز ولطيف جداً للترطيب. ومن هنا نكتشف سر الرهيب، خلط الزيوت. دمج الزيوت فكرة ممتازة جداً ومستحسنة، كده نقدر نبتكر عناية مخصصة لاحتياجاتنا بالضبط. مثلاً زيت الخردل رائع لنمو الشعر، بس ممكن يسوي شوية وخزة للي فروة رأسهم حساسة. الحل بكل بساطة نخلطه مع شوية زيت خروع عشان نخفف حدته. مثال تاني، جربوا تخلطوا ملعقتين صغار من زيت جوز الهند الصلب مع ملعقة من زيت اللوز الحلو. النتيجة قوام مثالي لتغذية الأطراف. وصلنا للقسم الثالث والأهم، خطوات التطبيق. الخطوة الأولى والأساسية هي إننا نفك تشابك الشعر الجاف تماماً قبل ما نسوي أي شيء. الخطوة الثانية، نحط زيت الجذور ونسوي مساج دائري خفيف لمدة 2 أو 3 دقائق عشان نحرك الدورة الدموية. الخطوة الثالثة تخص الزيوت الصلبة زي جوز الهند، لازم ندوبها بشكل طبيعي، يعني بس نفركها بين كفوف إيدينا وتكفوا نبعدوا عن الميكروويف عشان ما نفقد الخصائص المفيدة. وأخيراً الخطوة الرابعة، نقسم الشعر ونوزع الزيت بخفة شديدة على الأطوال. وفي قاعدة ذهبية لازم دايماً نحطها في بالنا، الشعر لازم يكون شكله يلمع مو غرقان في الزيت. دايماً نتذكروا القليل يعطي الكثير. من أكبر الأخطاء اللي نشوفها هي أن الناس تعتقد أن تغريق الشعر بالزيت رح يضاعف الفايدة، لكن الحقيقة الكميات المهولة هذه تخنق ألياف الشعر وتخلي وقت الاستحمام والغسيل كابوس حقيقي. وهذا ينقلنا للقسم الرابع، الشطف والغسل. الرقم السحري في هالمرحلة هو 10. نعم، لازم نغسل الشعر بالشامبو 2 مرات. الغسلة الأولى هي اللي تكسر وتزيل الكمية الزايدة والطبقة الثقيلة من الزيت، أما الغسلة الثانية فهي اللي تضمن تنظيف أي بقايا وتخلي الشعر نظيف يتنفس وحيوي. خلونا نسوي مقارنة سريعة بين الروتين المثالي واللي لازم نهرب منه. الروتين المثالي هو استخدام شامبو سائل وبعده بلسم عادي لفك التشابك. في المقابل الشامبو الصلب ممكن يخلي إزالة الزيت مهمة شبه مستحيلة،
بس الشيء المفاجئ صدق هو ماسك الطين. استخدام الطين عشان نغسل حمام الزيت يعتبر خطأ فادح. ليش؟ لأنه الطين يشتغل زي الإسفنجة، يمتص كل الدهون، وبالتالي يلغي تماماً كل الفوائد الغذائية اللي تعبنا عشان نوصلها من حمام الزيت. تخيلوا. وكمان ما له داعي نبالغ، الزيت خلاص أعطى الشعر التغذية العميقة والمركزة اللي يحتاجها، فإذا رحنا حطينا ماسك ثقيل إضافي وقت الغسيل هذا يعتبر مبالغة ما لها أي لزوم وممكن يثقل الشعر بزيادة. بلسم فك التشابك العادي هو كل اللي نحتاجه في هذه المرحلة. وأخيراً القسم الخامس، الأخطاء اللي لازم نتجنبها. من أكبر الخرافات اللي انتشرت زي النار في الهشيم على الإنترنت هي فكرة إننا نغرق الشعر بالزيت ونخليه لأيام متواصلة. هذا غير صحيح أبداً. الحقيقة العلمية تقول إنه الشعر يحتاج توزيع خفيف للزيت وبعده غسل صحيح ومتقن عشان نسمح لفروة الرأس إنها تتنفس بشكل طبيعي. الأسباب العلمية اللي تخلي ترك الزيت لفترات طويلة شيء مضر واضحة جداً. أولاً، هذا التراكم ببساطة يخنق الشعر. ثانياً، يمنع دخول الهواء الطبيعي للجذور. وثالثاً وهو الأخطر، إنه يخرب التوازن الطبيعي للميكروبات المفيدة في فروة الرأس. والنتيجة في النهاية شعر باهت، ملمس لزج ومزعج، وفروة رأس تفتقر لأي مظهر من مظاهر الصحة. في الختام نترك لكم هذا التساؤل عشان تفكرون فيه: هل روتين العناية اللي تتبعونه حالياً يعطي مساحة لفروة الرأس إنها تتنفس وتزدهر، أو إنه يخنقها ببطء تحت طبقات ثقيلة من التراكمات؟ إذا طبقنا حمام الزيت بالطريقة الحقيقية والمدروسة اللي شرحناها اليوم، نضمن إننا ناخد كل الفوائد الطبيعية المذهلة ونبعد عن أي أضرار ما كنا منتبهين لها. شكرا لمتابعتكم، ونتمنى إن هذا الشرح نور لكم الطريق وجعل الأمور أوضح بكثير.